بالك لو ناوي تدخل مجال البرمجه يبقى لازم تسمع الكلام ده. اللي جاي مش زي اللي فات. الشركات ما بقتش تدور بس على حد يعمل شغل حلو وخلاص، الاي اي بقى يعمل الشك احسن منك كمان. اللي بيفرق دلوقتي انك تكون متاسس صح، بتكتب كلين كود، فاهم بروبلم سولفنج، عارف يعني ايه داتا ستراكشر والجوريزمز، بتبني صح من اول سطر كود. انا عن نفسي لو هعين حد معايا في التيم هدور على جونيور فاهم اساسيات بشكل كويس، وعمر ما افكر اضيع وقتي مع حد ضعيف في الاساسيات. لكن لو شفت حد فاهم في الاساسيات حتى لو لسه بادئ هستثمر فيه، لانه عارف انه بعد وقت قصير هيطلع شغل محترم جدا. عشان يكون ليك الاولويه في اي وظيفه حتى لو مقدم معاك عدد كبير، عملنا كورس مش بس بيعلمك البرمجه، ده بيأسسك كانه بيبني لك ارض تمشي عليها، مش مجرد شرح نظري، لا كل حاجه بتاخدها بتطبق عليها. بنبدا معاك من الصفر تماما، والكورس بيكون سيشن اونلاين وسيشن اوفلاين في مقرنا في الدول. بنعلمك الكمبيوتر بيشتغل ازاي، ليه نبدا بالسي بلس بلس، وازاي نطبق الاو او بي، وبنعمل معاك بروجكت زي السكول والهوسبيتال مانجمنت سيستم، وبعدها بنخش على الداتا ستراكشر والالجوريزم، وبنعلمك بروبلم سولفنج، وبنعلمك الداتابيز والسيكوال، لحد ما هتعمل اول ويب اب ليك، وهو عباره عن سي في وبورتفوليو بتاعك يفتح لك ابواب شغل. في الاخر ساعدك انك تختار التخصص والتراك اللي انت هتكمل فيه، وانت ساعتها اللي هتقرر، بس هتقرر المره دي وانت فاهم. وبنقفلها بسيشن يعلمك شغل الشركات ازاي، فهنبدا نتعلم مع بعض الاجايل، الجيت والجيت هاب والبروجكت مانجمنت. وعشان نخلي الكورس مناسب للجميع وفرنا نسخه مسجله عشان اللي مش هيقدر يحضر اوفلاين. عدد الاماكن محدود جدا عشان نقدر نتابع مع كل طالب. لو ناوي تبقى ديفلوبر شاطر فعلا ابعت لنا حالا قبل ما الحجز يقفل.